الله الله. اوعى وشك مع ام حسام، اطفي ادي، اديله ادي. زي الجمال والحلاوه. شفتش الجمال؟ شفتش صلى على والنبي؟ النبي. ايه رايك بقى؟ الله. ده بقى على قد بتاع ده، المثل اللي بيقول تاكل السمكه حتى راسها. صباح الفل، مساء الفل. صباح الفل. معلش عايزه انام. صباح الفل عليكم، وصباح الجمال وصباح العسل وصباح كل حاجه حلوه. هنعمل ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هنعمل سمك صينيه في الصاج، هندخله الفرن ويبقى احلى صاج سمك مشوي. هتتفرجوا عليه دلوقتي. خدي يا سوسو، وهقول لكم على الخطوات بتاعته دلوقتي اللي انا هعملها الجديده. مش هعمل سمك مقلي ولا اي حاجه. وهنعمل رز ببصل، يعتبر ده رز السمك. نعمل ايه تاني؟ طبعا معانا فلفل. خليك بقى دلوقتي كده عشان الدنيا زحمه عندي. بصوا بقى يا حبايبي، معانا دلوقتي فلفل الوان اخضر واصفر واحمر. بعمل دي عشان اسهل عشان التلج. اللي في الجزر جزر مبشور وفلفل الوان احمر واخضر واصفر. ده انا جبت 2 كيلو جزر وسبتهم بقى ايه، غسلتهم حلو وقشرتهم القشره اللي على الوش بشرتها. وبعد كده رحت بشر الجزر بحطه في الفريزر يبقى جاهز. معايا كده ايه بقى ايه؟ توم، معلقه توم كبيره مهروسه اهي، معلقه كمون كبيره، كل حاجه كده كبيره عشان السمك بيحب الكمون. معايا بابريكا، ماشي. طبعا انا مش هحط بقى، معايا معلقه ملح كبيره. مش هحط بقى ايه شطه ولا حاجه زي كده، لان انا دلوقتي هوريكم انا هعمل ايه. معايا صلى على رسول الله الاول كده. ده الفلفل الاخضر الهريسي، هننزل بقطع منه. وده فلفل برضو هريسه الاحمر حراق، ماشي. كل حاجه بعملها بحطها في البطرمان وادخلها في الفريزر، لا ساعه ما بعوزها باخدها. المفروض بتتفتح من بطنها من هنا لما بنكون هنحمر السمك. دي انا فاتحاها من ظهرها عشان تبقى شابكه في بعضها، ومفروض كده. نحط شويه ميه صغيرين. وطبعا الليمون انا حطيته بقشره. انا هحط في قلب الصاج ده من تحت شويه زيت من ظهرها كده. بصوا، اديها برضو كده ايه تتبيله، عشان لما تيجوا تاكلوها كله يبقى طعمه حلو كله. اهو بصوا كده اهي، احطها بقى كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا اللي حابب يحط كرفس كمان يحط. بصوا بقى كده اهو. هو انا حطيت ملح وكمون وشطه وملح وكمون وفلفل حراق هريسه احمر وفلفل حراق هريسه اخضر، وحطيت جزر، حطيت معلقه ثوم مهروسه كبيره ومعلقه ملح كبيره، واهم حاجه الكمون، معلقه كمون كبيره. كل الحاجات دي. وطبعا الليمونه ديكوا شفتوا قدامي حطيت 3 ليمونات كبار جدا. وايه، وهعمل بقى السمك كده اهو، هيتدبل بقى كده اهو كله بالخلطه الحلوه دي. الخلطه دي طبعا بتبقى بقى مع الرز لما بيتعمل بتبقى حاجه فاخر من الاخر. هي بتبقى كده. وبعدين هجيبه التانية كده نفس الحكايه، دينا برضو من ظهرها كده اهو، عشان تبقى ايه متدبله من بره ومن جوه حلوه كده. طبعا انا دهن الصاج بتاع ده زيت عشان ما فيش حاجه تلزق. طبعا الراجل عامل لي ديله، سايب لي ديل السمكيه انا هقصها عشان يبقى في مكان لسمكه تانيه. وما يمنعش بقى هو خارج من الفرن تروحوا ايه رشين عليه حبه بقدونس اهو كده. بصوا هنعمل ايه بقى كده، هتيجوا بقى من على الوش كده وتروحوا عاملين كده الزيت عشان ايه يدي لمعه، يدي لمعه في السمكه ويبقى طعمها حلو. طبعا اللي حابب يحط زيت زيتون وعنده زيت زيتون يحط زيت زيتون، مش هيقول لا. اي زيت، زيت كريستال، زيت عباد الشمس، اي زيت. معروفه في السمك بتبقى طرنشات وبتفككها من بعضها. بس انا عندي الولاد هنا لو شافوا حته بصله صغيره في الرز هيقولوا لك ده بصل. عندكم حسام عشان اعمل رز ببصله يقول لي ضربيه في الكبه طحنيه خالص. المفروض ده ما بيتعملش كده. فانا بحاول بصوا ان انا اعمله ايه، بصوا طالع مفتفت صغير اهو. شدينا بقى اللون الكراميلي بقى كده قرنن مع البصله
حلو كده. تيتا نزلت بمعلقه عسل اسود. ايوه هننزل بقى بالعقد الميه بتاعت الكيلو ونص. هنقلب بقى كده شويه اهو. طبعا بقت البصله غامقه، بصوا البصله لازم تبقى سمرا كده. وبعدين لما قبل ما تسمر قوي حطيت عليها معلقه العسل، هي العسل اللي خليتها عملت كده. هننزل بقى بالكمون اهي، معلقه كمون صغيره مسطحه. هننزل بالفلفل الالوان اللي هي واحده بس، اخرج ايه بقيته كده. بصوا معلقه ملح صغيره مليانه، بصوا مليانه ازاي، عشان انا كنت المفروض احط المعلقه كبيره اهو كده. نشيل بقى الحاجات دي من جنب كده واوسع لنفسي. هننزل بقى بالفلفل الالوان، كل سندس رجل كركم اهو. هنحط شويه كركم يا جماعه اهو كده وكده، احمريقه واصفريقه. وحطيت معلقه كركم. وهننزل بقى بايه، بقطع جزر اهو، اديله ادج اهو مع الخضار، عشان انا ايه مش عايزه الخضار يعني، انا مش هسلق. فلفل بقى مع الرز. هنقلب بقى ونشوف بقى، لو عايز عقد تاني احط له شويه. طبعا عايز هتشوفوا منظر الرز بقى بالفلفل الالوان والكلام ده عامل ايه. لازم الرز العقد يبقى على وش الرز، على وش الرز بعقله صباع كده اهو. قلبش بقى التوابل كلها مع بعضها كده اهو، اللهم صل على النبي. كل الخضار الفلفل الالوان والحاجات دي بيعوم ويجي على وش الرز. فانا اروح بقى ايه، مديله تقريبه واحده كده، محدش يقعد يقلب فيها عشان ما يعجنش، عشان نخلي الخضار يبقى في قلبه، يبقى من على الوش وفي قلبه وفي كل حته بقى، ما يبقاش عايم على الوش كده اهو كده. واروح بقى مغطيه اهو. ونعمل ايه بقى، نرجع عليه النار. الله الله، اوعى وشك مع ام حسام، اطفي اديله ادي الله عليا. عايزه معلقه صغيره روقه فرق في الكل. يا ريتكم كنتوا معايا قريبين مني عشان اكلكم الاكل الجميل الحلو ده، والله يا فرج عايزه اكلكم. لزقت الله. ده بقى على قد بتاع ده، المثل اللي بيقول تاكل السمكه حتى راسها كده حال الراس مشطشطه. بس ما انا ببص لك يا تيتا. اوعى وشك. بصي يا بسمله، بصي الراس، بصي الله عليك يا اديله ايدج، اديله ايدج، اديله ايدج بصراحه. بصوا بقى كده الرز، بصوا الرز، بصوا حله الرز عامله ازاي، تحفه. ايه رايكم؟ شايف فاخر من الاخر زي والجمال والحلاوه. شفتش الجمال؟ شفتي صلى على والنبي؟ النبي. ايه رايك بقى؟ السمكه اقصد. بص الجمال بقى والحلاوه والتتبيله الصاج من تحت محروق، يعني من تحت اتحمر. هوريكم دلوقتي جماله. لا انا كده مش قادره. تحفه تحفه، اللهم صل على النبي. السمكه تحفه. طبعا انا ما كنتش عارفه اجيبها من الاول. بصوا عامله ازاي من تحت، بصوا منظر السمكه عامله ازاي، بصوا السمك مش مستحمل. اوعى الله، وش. اوعى وشك مع ام حسين. لو عجبكم الفيديو الحلو ده ما تنسونيش بقى عشان تعملوا لي لايك واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش، واهم حاجه صلوا على النبي في التعليقات. ماشي يا حبايب قلبي. واللي ما عملش متابعه يعمل متابعه، اللي عاجبه المحتوى بتاعي، اللي حاسس ان انا دمي خفيف على قلبه يعني وحابين يعمل بقى متابعه. ماشي، واشوفكم على خير واعمل لكم الاحسن والاحسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى وشك مع ام حسام، واشوفكم فيديو جديد. حبايب قلبي.